في تصريح أثار الكثير من الجدل والاهتمام، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يدعو إلى معاملة إنسانية للأطفال المهاجرين الأفارقة، ويؤكد أن المغرب لم يعد مجرد دولة عبور، بل أصبح بلد إقامة واستقرار. خلال مداخلة إعلامية له، تحدث عبد اللطيف وهبي عن ضرورة توفير الرعاية الصحية والتعليم للأطفال الأفارقة الذين يصلون إلى المغرب، حتى لو كانوا في وضعية غير قانونية ولا يتوفرون على وثائق إقامة. قال وهبي بالحرف: الطفل الإفريقي الذي يهاجر إلى المغرب وهو لا يملك وثائق يجب أن نوفر له الصحة والتعليم. هذه مسؤولية الدولة تجاه المجتمع الإنساني. وأضاف: قد لا نملك كل الإمكانيات، لكن علينا أن نتقاسم المتاح مع المجتمع الإنساني. وأكد وزير العدل أن المغرب لم يعد فقط بلد عبور للمهاجرين، بل أصبح وجهة للاستقرار والإقامة. وقال: حينما يهرب الناس من الحروب، من الجوع أو من كوارث بيئية، علينا أن نكون مستعدين لاستقبالهم، ولكننا لن نكون دركيا لأي جهة كانت، حتى للغرب. هذا التصريح قوبل بتفاعل واسع. هناك من أشاد بالطرح الإنساني للوزير واعتبره دليلا على تطور السياسات المغربية في التعامل مع ملف الهجرة. في المقابل، يرى آخرون أن الأولوية يجب أن تكون للمواطن المغربي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد. تصريحات وهبي تفتح نقاشا واسعا حول دور المغرب في إدارة ملف الهجرة، بين مسؤولية إنسانية متزايدة وضغط داخلي يحتاج إلى توازن دقيق. فهل نحن أمام توجه جديد في السياسة الاجتماعية المغربية، أم أنها مجرد لحظة خطابية لا تترجم إلى واقع؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة. لا تنسوا مشاركتنا رأيكم في التعليقات. هل تؤيدون هذا التوجه الإنساني، أم ترون أن المغرب أولى بإمكاناته؟